السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده سهل وبسيط جدا. كان عندي فرخه كده متبلاها وشايلاها في الفريزر علشان اعملها فرخه مشويه على الفحم، لكن النصيب اتغير وطلعت مش هتتعمل فرخه مشويه. بعد ما طلعتها وفكت علشان هشويها قالوا لي لا، مش عايزين فراخ مشويه، عايزين فراخ كنتاكي، عايزين ياكلوا حاجات المطاعم بس في البيت وبطريقه حلوه كده ونضيفه طبعا. فقررت خلاص هعملها لهم كنتاكي. فهنشوف بقى هتطلع معانا زي ما بنعملها على طول ولا لأ. احنا عملناها قبل كده على القناة مرتين او 3 تقريبا، وهسيب لكم الصور بتاعتها في اخر الفيديو. تابعوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا كل التفاصيل معايا. وعملناها بالطريقة الأصلية واتكلمنا على كل التفاصيل اللي فيها، وبتطلع معانا أحسن من اللي بنشتريها من بره كمان. لكن النهاردة زي ما قلتلكم هي كانت فراخ للشوي، وأنا هغير المسار بتاعها وهعملها حاجة تانية. فهنشوف هتفرق معانا في الطعم أو هتفرق معانا وقت التسوية ولا لأ. وأقول لكم على كل حاجة بصراحة علشان لو حبيتوا تجربوا الطريقة بتاعتي أو حبيتوا تعملوا الطريقة الأصلية. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا هنا حوالي كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره من الفيجيتار الحار. لو انت عايزاها تكون سبايسي ضيفي حوالي نص الكيس او الكيس كله، مفيش مشكله، لكن احنا مش بنحب السبايسي قوي، فضفت حوالي كده معلقه كبيره بس. وضفت معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الكركم، ومعلقه كبيره من البصل البودر، ومعلقه كبيره من الثوم البودر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده معايا. المعلقه اللي انا بستخدمها دي المعلقه الصغيره اللي هي بتاع البهارات، فعشان كده بضيف بيها اكتر من مره، علشان عايزه اضيف بصل بودر وتوم بودر معلقه كبيره من كل واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف كمان معلقه كبيره من بهارات الفراخ بالشكل ده. هقلب بقى الخليط كله مع بعض، وهضيف حوالي كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان يدينا هشاشه كده في الخليط بتاعنا وما يشربش معانا زيت كتير. شايفين بالشكل ده. هضيف كمان دي اضافه من عندي بقى، الكيس اللي هو بتاع اللي هو ال11 بهار ده، كنت واخده منه قبل كده، ودول حوالي كده معلقه صغيره ضفتهم بالشكل ده. كده انا بهرت الدقيق كل اللي معايا، فهشيل بقى كمية علشان نغلف فيها الفراخ من بره، وكمية هنشوف هنعمل بيها ايه بعد كده. هنا الكيس كان معايا فيه شوية دقيق صغيرين كمان، فقلت خلاص هحط عليه، وبعد كده ابقى ازود له شوية ملح حاجة بسيطة. شايفين بالشكل ده. يعني كوبايتين دي هتاخدي منهم كوباية ونص وتسيبي النص في الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف بقى عليها مية كده واحدة واحدة علشان تكون خليط معايا بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي ده. شايفين بالشكل ده. واحدة كده واحدة واحدة كده، وقلبي الخليط معاكي علشان ما تخلوهوش سايل قوي ولا تخين قوي. هوريكم السمك بتاعه دلوقتي. شايفين بالشكل ده، هو ده السمك اللي انا عايزاه. خلاص مش هضيف مية تاني. بعد كده بقى هنزل الفراخ بتاعتي في الخليط ده. الفراخ اللي معايا مخلية من العظم، لان زي ما قلت لكم ان انا كنت عاملاها فرخة للشوي وكانت متبلة في الفريزر، فانا هي دلوقتي مخلية من العظم. انا هنزلها في الخليط ده وهسيبها حوالي كده نص ساعة، وهبدأ اشتغل فيها على طول، لان الفرخة اللي معايا زي ما قلت لك مخلية من العظم، فانا متأكدة 100% انها تستوي معايا على طول. لكن لو الفرخة بتاعتك فيها عظم، وزي ما عملناها قبل كده على القناة الطريقة الأساسية بتاع الكنتاكي، طريقتها هتختلف، او التتبيلات بتاعتها في الاول او التحضيرات بتاعتها في الاول بتختلف عن الطريقة دي. فعشان كده انا هسيب لكم الفيديو القديم في صندوق الوصف، ابقوا اطلعوا عليه. لكن الطريقة دي زي ما قلت لكم ان هي اصلا كانت فراخ للشوي، وانا عملتها فراخ كنتاكي، فعشان كده انا متأكدة 100% انها تستوي معايا على طول في وقت قصير، لان هي مفيهاش عظم. حبيت انوه لكم عن الموضوع علشان برضو ما تقولوش ان انا ما قلتلكوش عن النقطة دي. زي ما انتوا عارفيني طبعا ان انا ما بقدرش اخبي عليكم اي حاجة، كل حاجة بقولها لكم وبوضحها لكم بالظبط، علشان ما فيش حاجة تبوظ معاكي وترجعي تدعي عليا دعوة انا مستحقهاش بصراحة يعني. فالحمد لله الواحد عنده ضمير وبيراعي ضميره في كل حاجة. انا مش عايزاكي تبوظي حاجة، لان كل حاجة غالية ومش مستحملة ان احنا نبوظ اي حاجة من الخامات اللي عندنا.
هنا بقى كمية الدقيق اللي كانت معايا زي ما قلت لكم كان في شوية في قلب الكيس صغيرين كده، قلبتهم مع بعض كده علشان التوابل تتقلب مع كل كمية الدقيق. شايفين بالشكل ده. احنا هنشتغل في الكيس عادي، مش هنحتاج بقى لا بيض ولا طبق تاني ولا اي حاجة. تعالوا بقى نحضر الصوص اللي بيتقدم مع الفراخ الكنتاكي والرز الريزو. هنحضره ازاي؟ هنحضره بطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا معايا هنا نص كوباية من الكاتشب. لو عايزة طبعا الكميات اللي انا هقولها تقسميها نصين مفيش مشكلة، عايزة تزودي الكمية مفيش مشكلة، انا حبيت اقولها لك بالمعلقة وبالكوباية علشان تكون سهلة عليكي. حطيت زي ما قلت نص كوباية من الكاتشب، معلقتين كبار من العسل الابيض، وممكن تكون عسل ابيض وعسل اسود. حطيت معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. ولو عندك صوص الباربيكيو هيكون برضو طعمه جميل جدا، ده اختياري لو موجود عندك. هحط كمان رشة من الملح صغيرة جدا، ورشة من الفلفل الاسود، واحط معلقة صغيرة مليانة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة مليانة من الثوم البودر. ولو حابة الصوص يكون سبايسي ممكن بقى تحطي له نص معلقة صغيرة كده من الشطة، لكن بصراحة انا هكتفي كده بالمكونات دي، وهقلب بقى الخليط كله مع بعض. وبصراحة صوص طعمه خطير جميل جدا، ومع الفراخ والرز الريزو حاجة كده كأنك في المطعم بالظبط، كأنك طالبة اوردر كده، طعمه خطير. النهاردة هنجهز الطبق كله من اوله لاخره مع بعض، من اول الفراخ والرز والصوص بتاعنا النهاردة. كمية الصوص اللي انا قلت لكم عليها طلعت معايا الكمية دي، مناسبة جدا للكمية الفراخ والرز اللي احنا هنعملهم النهاردة. شايفين بالشكل ده. طبعا الصوص ده بقى هناخد منه ونحط على الرز كده، هنشوف هنعمله ازاي. بعد كده بقى هنشوف الرز بتاعنا هنحضره ازاي. معايا هنا بصلاية صغيرة مبشورة ناعم، ومعلقة صغيرة من السكر، ومعلقتين كبار من الصويا من الصوص اللي احنا حضرناه، ومعلقة صغيرة من الملح، ورشة صغيرة من فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الكاري. ومعايا هنا حوالي كوباية ونص من الرز البسمتي. ممكن تستخدمي رز مصري عادي مفيش اي مشكلة. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الزبدة، وحوالي كده معلقتين من الزيت او 3 معالق من الزيت. نزلت بالسكر الاول مع الزبدة والزيت بالشكل ده علشان السكر يسيح معايا ويديني لون كده للبصل والرز بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما احس كده ان السكر ساح معايا وعمل زي لون كده اصفر شوية في ارضية الحلة. المهم نقلب كويس كده علشان الزبدة ما تتحرقش معانا، والسكر كمان ما يتحرقش، يتحمر كده او يديني لون ذهبي كده. شايفين بالشكل ده. طبعا معلقة السكر الصغيرة اللي احنا حاطينها مش باينة يعني قوي، بس انتي هتلاحظيها بقى في الحلة بتاعتك. بعد كده بنزل بالبصلاية الصغيرة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بفضل اقلب بقى البصلة كده لحد ما تاخد لون اصفر ذهبي. دلوقتي هوريهولكم. شايفين بالشكل ده. طبعا كمان السكر اللي اداها اللون الجميل ده. غسلت كمية الرز اللي معايا كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف الرز بتاعي واديله تشويحة كده مع البصلاية والسكر والزبدة والزيت. هنزل بكمية البهارات اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط معلقتين الصوص اللي احنا شايلينهم على جنب، ولو احتجت كمان معلقة صغيرة مفيش اي مشكلة، المهم توصلي للون اللي انا هوريهولك دلوقتي. شايفين بالشكل ده. ضيفي كمية الصوص واحدة واحدة علشان اللون ما يتغيرش معاكي بسرعة، وكمان الطعم ما يختلفش معاكي. يعني عايزة اقولك الكوباية ونص رز دول اخدوا معايا حوالي 3 معالق او 4 معالق صغيرين من الصوص اللي احنا عاملينه ده. شايفين بالشكل ده. شايفين اللون اختلف ازاي. انا حسيته عايز كمان شوية، هضيف الشوية اللي كانوا باقيين اخر حاجة معايا في الطبق. بعد كده بقى هضيف كمية المية بتاعتي للرز. الرز البسمتي احنا عارفين ان هو بياخد ضعفه مية. الكوباية ونص رز هياخدوا معايا 3 كوبايات من المية. المية تكون سخنة طبعا ومغلية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبضيفها بقى لحد ما تغلي ويتشرب المية كده، وبقفل عليه بهد عليه واسيبه يستوي بقى مع نفسه كده. ممكن ياخد 10 دقايق ربع ساعة. هنا شوية الصوص اللي كانوا باقيين معايا في الطبق اللي انا قلت لكم انا ضفتهم. هشوف بقى الملح بتاعي مظبوط ولا محتاج ملح تاني،
وبعد كده هسيبه لحد ما يتشرب المية بتاعتي، واهدي عليه ياخد حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة لحد ما يستوي معايا. شايفين بالشكل ده؟ شايفين بقى لون الرز عامل ازاي؟ هو ده اللون المطلوب. تعالوا بقى نرجع للفراخ بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. بعد ما سيبناها حوالي نص ساعة كده، هنجيب بقى كمية الدقيق اللي كانت معانا في الكيس، هنقلب الفراخ كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخد القطعة ونحطها في الكيس على طول، علشان نقلبها كده مع الدقيق وتدينا الشكل المتعارف عليه، اللي هو المخرفش كده من بره شوية، شكل الكنتاكي اللي بنشتريه من بره. شايفين؟ نعمله بالحركة دي بحيث يكون كده في هوا شوية في الكيس، علشان تعرفي تقلبي قطعة الفراخ مع الدقيق. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ مش زي البانيه بقى لازم نضغط عليها بايدينا علشان تمسك فيها كمية دقيق، لا، هي الحركة دي مع الخليط السائل اللي احنا عاملينه بيدينا شكل الكنتاكي اللي احنا بنشتريه من بره كده. شايفين بالشكل ده؟ هوريكم كمان الدبوس. هو ده قطعة الدبوس بتكون عليها زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا الكمية اللي هتعمليها في الدقيق هي الكمية اللي هتشتغلي فيها وهتقليها على طول. ما تعمليش الكمية كلها وتركنيها جنبك، علشان على ما تخلصي هتكون شربت الدقيق كده وتكون معجنة كده في بعضها، والشكل ده هيروح من عليها. فانتي غلفي الكمية بالدقيق اللي انتي هتقليها على طول. شايفين شكل القطعة عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. طبعا لو بقى معاكي كمية من الدقيق في الكيس ده ما ترميهاش طبعا، لان طبعا خسارة، فهاتيها كده وانخليها بالمنخل او بمصفى. القطع اللي هتتكون من فوق ارميها، واللي هيطلع ناعم من تحت شيليه في كيس في التلاجة وباستخدميه في مرة تانية، مفيش منه اي مشكلة. شايفين بالشكل ده؟ طبعا الفرخة انا نسيت اقول لكم، انا شايلة الجلد من عليها علشان الطبقة اللي احنا عاملينها دي تمسك عليها كويس جدا. شايفين بالشكل ده؟ هنروح بقى على النار ونحط حلة بتاعتنا كده فيها كمية من الزيت محترمة، علشان نقلي الكنتاكي بتاعنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كمية الزيت تكون كويسة علشان تغطي القطع معاكي. يعني هنا في قطعة ما كانتش متغطية بالزيت، فهوريكم حصل فيها ايه، اللي هي القطعة الكبيرة دي. لكن لو القطعة صغيرة والزيت مغطيها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتلاقوا التحمير بتاعها مظبوط ولونها كله مظبوط والتسوية بتاعتها كمان مظبوطة. القطعة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي اللي هو الجزء اللي باين من فوق مش متغطي بالزيت، والقطعة دي اللي هي القطعة اللي عند الجناح، ففيها عظم، وعشان فيها عظم اكيد فيها دم من جوه. طبعا مع الخطوات اللي احنا عملناها دي، طبعا مش خطوات الكنتاكي الاساسية، زي ما قلتلك التحضير للكنتاكي من قبلها هو اللي بيساعد في التسوية بتاعته ويطلع مظبوط. شايفين القطعة عملت ازاي؟ اللي هي اللي باينة من فوق دي القطعة هيطلع منها زي دم كده، والدم ده عشان هو مش في قلب الزيت. شايفين الاسود معايا ادى لون اسود كده شوية. فالقطعة لازم تكون متغطية كلها بالزيت، وكمان ما يكونش فيها عظم زي ما قلتلك. لكن لو فيها عظم هيكون طريقتها مختلفة زي ما عملناها قبل كده مع بعض على القناة، زي ما قلتلك، علشان ما تقوليش انا ما قلتلكيش. انا عماله اكد على النقطه دي علشان في ناس كتير هتقولي لا ده ما احنا عملناه وطلع مش حلو، انت قلتي مش عارفه ايه. لا، انا بقولك على كل التفاصيل علشان ما تدعيش عليا زي ما انا قلتلك. انا بقولك على كل حاجه اهو عشان تكون كل حاجه واضحه معاكي. وهو في الزيت طبعا بقلبه حوالي كده مرتين 3 علشان ياخد التسوية مظبوطة من كل جنب. بياخد معايا قد ايه على النار؟ لو الفرخة مخلية من العظم مش هياخد معاكي حوالي 10 دقايق ربع ساعة بكتيره. لو الفرخة فيها عظم هتخلي النار متوسطة او مايلة للهادية شوية، وهيقعد معاكي بقى حوالي كده من ربع ساعة لتلت ساعة علشان تستوي معاكي كويس جدا. بعد كده بخلص بقى بقية الكمية كلها، وتعالوا نغرف الطبق بتاعنا. شايفين الرز بتاعنا عامل ازاي؟ ان شاء الله لونه جميل جدا وزي اللي بنشتريه من بره بالظبط، يعني ما فرقش حاجه في لونه وفي طعمه كمان، ويمكن كمان احلى من اللي بره بكتير. شايفين؟
هقدم بقى معاه القطع الفراخ الكنتاكي. هي المفروض بقى زي ما قلت لك قطع صغيره بتتقطع كده وبنحط عليها الصوص. فانا اخترت القطع الصغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها عامل ازاي، والخرفشه بتاعتها من بره ما شاء الله جميله جدا. شايفين؟ هضيف عليها بقى الصوص بتاعنا بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده. شايفين؟ هنحط بقى حسب الكميه اللي احنا عايزينها. بقى شكل اللي بنشتريه من بره ولا لا؟ واحسن كمان، كان طعمه خطير. جبته لكم من قريب علشان تشوفوا التفاصيل بتاعته. شايفين؟ شايفين الرز مع الصوص عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. شايفين؟ لو انت بقى عايزه تعملي فرخه كامله كنتاكي مفيش مشكله، عايزه تعملي صدور بس وتعمليها زي الستريبس كده مفيش اي مشكله. عملنا الستريبس برضو، ولو عايزين اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ ما شاء الله، وناشفه جدا من بره، مقرمشه جدا بالشكل اللي انت شايفينه ده. شايفين وقد ايه مستويه؟ ما شاء الله. شايفين؟ مستوية جدا وكان طعمها خطير. طبعا هي متبلة وكان طعمها جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة ونفس المقادير. ولو عجبكم ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم كده. وده الستريبس اللي انا قلت لكم عليه، وده الكنتاكي كنا عملناه في فيديو لوحده، والصورة اللي بعده ده فيديو تاني لوحده برضو. هسيبه لكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.